لو أنت حيران من سيطرة ذنب معين هشرح لك حاجة. سيغموند فرويد طبيب الأعصاب النمساوي ومؤسس مدرسة العلم النفس التحليلي أسس نظرية المتعة والألم pain and pleasure. يعني إيه اللي بيحفز أي سلوك؟ هو تجنب الألم، زي مثلا الألم النفسي أو الألم الجسدي أو الألم الاجتماعي، أو اكتساب المتعة زي الكسب أو الاستقرار النفسي أو الرضا عن النفس أو الإشباع وهكذا. ولكن الحافز الأكثر تأثيراً على تفكيرنا والسبب وراء اتخاذنا قرارات كتيرة هو تجنب الألم. فالوقوع المتكرر في ذنب معين ده بسبب إني بلقي الضوء أكثر على المكسب المعنوي أو الجسدي السريع من الذنب. وعلشان الواحد يملك الإرادة للوقوف أمام ذنب معين هو إني أمرن نفسي على التفكير في الألم النفسي أو المعنوي المرتبط بالذنب، ثم أفكر في المكسب المعنوي أو الصحي من وقف هذا الذنب، فتزيد إرادتي وكمان إحاطة نفسي بكل شيء يزيد المعنى ده عندي، زي الصحبة أو القراءة أو التعلم أو أي شيء يعني على ربط هذا المعنى في حياتي.